اللي فاتت عن انسحاب الراجل، وقلنا بالرغم ان القرب مشبع للراجل لكنه فجأة بيحس باحتياج شديد للاستقلال وانه يكون لوحده، وغالبا بيخاف يحس انه معتمد على حد تاني، وهنا بيحس انه محتاج ينسحب شوية. انت عارفة يا عزيزة المرأة، لو قررت تسألي الراجل عن انسحابه مش هتلاقي إجابة واضحة. وقلنا حاجة مهمة جدا، ان الراجل لو ما أخدش فرصته في الانسحاب غالبا بيفقد رغبته في القرب. ازاي تقدري تتعاملي مع الراجل وقت الانسحاب؟ يلا نبدأ. يلا نبدأ. أول حاجة انت محتاجة تقبلي ان انسحاب الراجل فرصة علشان يعيد شحن نفسه ويبدأ عنده الرغبة تاني مرة تانية في التواصل. اتعلمي لما بتتكلمي مع الراجل في وقت الانسحاب اتكلمي بس عن مشاعرك، وخدي بالك مش مشاعرك هي سبب انسحاب، بس التوقيت اللي بتقولي فيه مشاعرك هو المشكلة. تالت فكرة، افهمي يا عزيزة المرأة ان الراجل مش بيتكلم ما بطلش يحبك، بس هيقدر جدا لو قبلتيه في الوقت ده، وتأكدي انه مش مهم يتكلم دلوقتي، هيتكلم بعدين. وبلاش احاسيس الخوف عندك تخليكي دايما ملحقاه. اخر حاجة عزيزة المرأة، اديله فرصته، لانه لو عاوز يمشي هيمشي، فاللي هتعمليه مش هو اللي هيغير حاجة، بس هو ممكن قبولك يعمل فرق كبير جدا ويحسسه بالطمأنينة والهدوء اكتر، واللي هو في الوقت ده بيبقى محتاجه. سلام، اشوفكم الحلقة الجاية.